يا جماعه ايه الروميه، مش عارفه هنعرف نظبط لكم الفيديو ولا لا. بصوا الروميه اول امبارح كان عينها ورمه خلاص من هنا، كان في ورم كبير نوع ماشي، فالنهارده الورم نقل في الناحيه التانية. طبعا انا جبت لها مضاد حيوي وجبت لها مرهم عينين اهوت، وده مفيش اي نتيجه. الخطوه بقى اللي بعد كده هتجيب سرنجه رفيعه زي ده عشان ما يحصلهاش عمى في عينيها. انا بص عشان بس بنصور بايد واحده فمش عارفه نظبط لكم. هنجيب لكم هنوريكم هنعمل ايه دلوقتي. شايفين الورم اللي في عينها ده ما جاش من مضاد الحيوي وما جاش من مرهم العين، وكانوا فرختين على الشكل ده. تعالوا بقى اقول لكم هتعملوا ايه بالسرنجه ديت وهتودوا الورم في ساعتها اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ثواني بس يا حبيبتي، ثواني ما تخافيش، هنخليكي تخفي في ساعتها. ما شاء الله ما شاء الله. بس ايه، طب ثواني عشان بس نصور الفيديو. ربنا يهديك اهو. طب هات بقى عشان السرنجة يا ولية، حرام عليك، عورت نفسك، عورتيني وعورت نفسك اهو. وريني التعويره بتاعتك كده. ايه الدم بيجي منين؟ اكيد الدم بيجي من حته. عورت جناحها ليه كده؟ ده انت اتعورت في عير الصم وانا بعمل لها السرنجه، اتعورت في عرق جامد. تفضلوا ماسكين وضاغطين عليه كده، بتحصل يعني دقيقه ولا حاجه اهو. تفضلوا ضاغطين على العرق ده كده دقيقه لحد ما الدم يخلص خالص، بدل ما تصفي دمها. يعني كل ده عشان نصور لك الفيديو لازم تعوري نفسك. الدم راح ولا لسه؟ اهو اهو وقف. الدم بطل. هنعمل السرنجة بعيد عن الكاميرا اديك تنورها. اهدي بقى اهدي بدل ما تتعوري كمان مرة، بدل ما تيجي في عينيك المرة الجاية. ده الشر يعني. مش عارفة هو باين ولا لا بس هي بتتحرك. ايه اللي في بقك دي؟ والورم ده طرف في البق. خفيش هتخفي والله العظيم، هتبقي زي العسل. اهم حاجة بعيدة عن العين يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عارفة هو باين ولا لا بس انا ايه، بصوا انسحابنا حبة قد ايه. نفضيهم هنكمل. طيب انا مش عارفة نصورك كده. نحاول على قدر الله. المهم يا جماعة بصوا عشان بس هي مش عارفة تتصور. بصوا المورورة اهو، وانا هنوريها لكم بعد ما نشيل. ثواني خفيف يا ستي، ما تتحركيش هتأذي نفسك. عينيكي فتحت اهو. بصوا يا جماعه بعد ما سحبت الورم، بصوا كان في ايه في الورم حته قد ايه. مكان السرنجه بيجيب دم، هو الطبيعي ان هو ما يجيبش دم بس هي اتحركت كده. بعرف نسحب الورم ازاي. لو اي روم ولا اي حاجه عندكم لقيتوا فيها حاجه كده لا قدر الله، هتبتدي تسحبي بالسرنجه لحد ما يخف عشان تعرف تفتح، لانه ممكن يسبب عمى في اي لحظه. بصوا اهي الرميه اهيت مبقاش فيها اي حاجه مكان ما سحبت لها الورمه. يا ابو الفيديو بقى النهارده كان عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير وتشتركوا في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.